حتى يبوقونك أكثر وأكثر وأكثر ويمكن بعد أكثر. شرفك 3 لا تنتخبهم. أول واحد اللي يطلع لك فزاعيات وما تسمع صوته. عمي فزع الوادم بس ما يخالف، سمعنا شنو رأيك، ايش تبي تسوي، شنو قرارك، شنو وضعك، مو فزاعيات وانت أخرس. المرشح الثاني هذا مرشح السبويس ومحاولة الكهرباء، هذا يسرق جهود الدولة ويجيبها من الحكومة بفلوس الحكومة ويقول لك أنا سويتها وتعال انتخبني. فساد السابق ووضع السابق يخلينا نفكر 100 مرة بهاي التصرفات اللي عليها 60 علامة استفهام. المرشح الثالث بيحاول يشتري بطاقته ب50، ما ادري هالايام قاعد يقولوا صارت ب100، واللي يقول لك اعينك مقابل 40 50 بطاقه، لان هذا اول شيء يريد يستغلك ب50 او 100 الف بعد ما خسرك ملايين طيله ال4 سنوات بسبب سوء الخدمه. وايضا يقول لك اريد اعينك وهو يكذب، لان الدوله رئيس الوزراء والموازنه حكوا بشكل واضح وصريح لا اكو تعيينات ولا اكو تنقلات ولا اكو استثناءات على وزاره الدفاع والداخليه بالقبول في كليه الشرطه ومعاهد الداخليه والدفاع. يعني بالمختصر هذول الثلاثه اذا اجوك بهاي الكلاوات لا تصدقهم، ودائما خلي ببالك هذول يريدون يرجعون حتى يبوقونك اكثر واكثر واكثر ويمكن بعد اكثر.